الخمسين لتعديل الدستور المصري عمرو موسى دعمه لترشيح وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة في مصر. موسى وفي تصريح صحفي قال أنه يقف في صدارة جبهة الداعمين لترشح السيسي بكونه خيار الشعب ويجب الالتزام بالرأي الشعبي، مقللا من شأن ردود فعل الغرب حيال ترشيح السيسي كونه حاكما وطنيا أثبت وطنيته عندما منع وقوع الحرب الأهلية في البلاد وليس ديكتاتوريا. وعن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة القاهرة الخبير الاستراتيجي اللواء فكري فتحي. حياك الله سيادة اللواء. بداية ما الذي يفهم من كلام السيسي اليوم بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية وما دور ذلك الترشح في أزمة البلاد القائمة؟ هل سيكون مفتاح حل أم مفتاح لأزمة أكبر؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي للأمة العربية ولشعب العراق الشقيق. بالنسبة لما يدور في القاهرة الآن وبالنسبة لإعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي نيته لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ما يحدث ليس بالجديد ولكن هو استكمال لمسيرة الفترة السابقة منذ الإعلان عن ثورة 30 يونيو وحتى الآن، والأمور تتصاعد في اتجاه طي صفحة العام الذي مضى بكل مسالبه وبكل مساوئه. ونحن نرى على الساحة الآن بدأ الإجماع الوطني سواء من ناحية الجماهير المصرية العريضة بشبابها وشيوخها ونسائها وكل جموع الشعب في اتجاه المرشح الوطني الفريق أول عبد الفتاح السيسي في مقابلة باقي المرشحين سواء من التيارات المتأسلمة أو باقي المرشحين الوطنيين من التيارات السياسية، واللي تقريبا معظمهم أعلن وبإجماع أنه في حالة خوض الفريق أول عبد الفتاح السيسي لمعركة الانتخابات فإنه لن يدخل مقاوما وإنما سيدخل داعما في الفترة المقبلة. أنا أرى إن طيب سيادة اللواء أول عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة سيادة اللواء سيكون بالنسبة إلى موضوع الاستحقاق الدستوري، كيف تنظر إلى الاستفتاء والدستور الجديد والحياة السياسية في ظل هذا الدستور مع انعزال الإخوان عزلهم باعتبارهم مؤسسة أو حركة إرهابية؟ نعم. الدستور الجديد بعد إقراره بمشيئة الله خلال يوم 13 و14 الجاري سيكون بداية لصفحة جديدة وإعلان جديد للوطنية المصرية وإعلان جديد لمسار المستقبل ولخريطة المستقبل بالنسبة لمصر. الدستور الجديد بكل ما احتواه هذا الدستور من مزايا اجتماعية ومزايا اقتصادية لجموع المصريين من النشأة والأطفال إلى النساء إلى الفلاحين إلى العمال إلى كافة طوائف الشعب، كل أخذ حقه. ما نقدرش نقول إن هذا الدستور حقق 100% لكل طوائف الشعب، ولكنه حقق ما لم تحققه الدساتير الماضية، وأنا أرى أنه سيكون عامل تجميع وعامل دفع وعامل ترقي للفترة المقبلة. الفترة المقبلة ستشهد استحقاقات اقتصادية في غاية القوة يمكن أن تنقل مصر نقلة موضوعية كبيرة جدا في خريطة المستقبل بالنسبة للمنطقة وبالنسبة للإقليم اللي احنا متواجدين فيه. مصر الآن ليست في حاجة إلى موظف بدرجة رئيس جمهورية، ولكنها في حاجة إلى زعيم يستطيع أنه يقود قاطرة التقدم خلال الفترة المقبلة. وهذا ما نراه واضحا على الساحة الآن. إذن باعتقادك ترشح السيسي هو الحل الأفضل؟ بدون شك هو الحل الأفضل خلال الفترة المقبلة، لأنه على الأقل يحقق الزعامة
المطلوبة. وأنا زي الفكرة. ما بقول الشعب محتاج في الفترة الجاية إلى زعيم يجمعه، ولكنه مش محتاج موظف بدرجة رئيس جمهورية. وضحت الفكرة. إذن اللواء فكري فتحي الخبير الاستراتيجي من القاهرة العاصمة المصرية، شكرا جزيلا لك. أعلن رئيس المنظمة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي أن المرحلة الأولى من الاتفاق النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية